حبايب تيتا ميمي، هو ايه حكاية روبي واغنيتها اللي عاملة ضجة جامدة؟ في ناس معيدينها وكمان في ناس كتير معارضينها. حبايب قلبي تيتا، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاوي ونصايح تيتا ميمي الجديدة. روبي فنانة ومغنية واسمها أصلا رانيا حسين، وبداية روبي كانت في كليب مع مغني أجنبي كان بيعمل أغنية أجنبية عند الأهرامات، وكانت صغيرة خالص. وبعدها عملت دور صغير في فيلم اسمه فيلم ثقافي، وبعدها عملت دور في فيلم سكوت هنصور، وكان دورها في الفيلم بنت البطلة. وقتها المخرج يوسف شاهين هو اللي اختار لها اسمها روبي. وبعدين بدأت تعمل فيديو كليب واشتهرت، وعملت كليب زمان من حوالي 20 سنة في أغنية بتقول ليه بيداري كده، وعملت ضجة كبيرة وقتها وقلبت الدنيا، وناس كتير عرضوه وناس تانية حبوه. وكان بينها وبين المخرج شريف صبري عقد، وهو اللي كان المسؤول الفني للفنانة روبي وقتها. وعملت كليبات تانية كتير زي نمت ننة، وبدأت تعمل أفلام. وأول فيلم ليها فشل، بس الأغاني اللي فيه في الفيلم نجحت خالص والناس حبتها. وبعدها عملت ألبوم اسمه مشيت ورا إحساسي، وهي في الوقت ده كان ليها شعبية جامدة، وكمان برضو كان في ناس بتنتقدها. وأهم حاجة عملتها في الوقت ده، عملت أغنية مش هتقدر في برنامج المشهور البيت بيتك في التلفزيون، وكانت أغنية جميلة وأثبتت وجودها في التمثيل بعد ما عملت بطولة سينمائية وهو الوعد. وفضلت مدة ما عملتش حاجة، وبعدها بمدة طويلة رجعت وعملت فيلم الشو ومسلسل بدون ذكر أسماء، وكانت مبدعة في دورها وأدائها بصراحة. وعملت فيلم الحفلة وفيلم العبيط والحرامي، وكانت أفلام ناجحة. وكمان عملت فيلم سجن النساء وكان أدائها جميل في الفيلم ده. وبعدها عملت أفلام ومسلسلات كتير ناجحة، وكانت عاملة إعلان في رمضان قريب وكان جميل برضه. وعملت من سنة ألبوم ونجح نجاح كبير. المهم اليومين دول عملت أغنية جديدة اسمها 3 ساعات متواصلة، وبرضه عاملة ضجة جامدة بين معارضين ومؤيدين ليها، وهي دي عادتها. والناس المعارضين قالوا بعد ما الأغنية اتعرضت على طول بساعات معدودة إن الأغنية كلامها جريء وفيها إيحاءات، وقالوا إن فيها كلمات ومقاطع جريئة ومثيرة للجدل. أما مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قال إن في ناس كتير كلموني عن الأغنية وعن كلماتها الجريئة، بس رد وقال إن إحنا تبع نقابة المهن الموسيقية، وإن الرقابة على الكلمات بترجع للرقابة عن المصنفات الفنية. وللأسف بيقولوا المصنفات الفنية ملهاش سلطة على الإنترنت، أما اللي بيأيدها طبعا المؤلف والملحن اللي عمل الأغنية، وهو عزيز الشافعي، اللي قال إن الفنانة روبي فنانة ليها قبول ودمها خفيف وقدمت حاجات كلها جميلة، ودافع عن الكلمات الأغنية بأنها زيها زي أغنية أحمد شفيق وعمرو دياب. وقال إن إحنا في بلد الفن وبنقدم فن مش إسفاف، وإن هي بتعمل حاجة لها قيمة ومتعة، وإن روبي فرحانة إنها عملت الأغنية، وإن الناس لازم ما تاخدش الكلام بسوء نية. ونصيحتي ليكم حبايبي، مش كل حاجة ولادنا يسمعوها يرددوها ويقولوها. شوفوا احنا كنا بنسمع ايه زمان من الأستاذ محمد عبد الوهاب وهو بيقول عشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني، لكن عشق الجسد فاني. وإن عجبكم الفيديو حبايبي، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاوي ونصايح تتميم الجديدة.